اغنى بلد في العالم. ايوه، اغنى بلد في العالم. امشي في اي شارع في مصر هتلاقي معظمه شباب. هم دول الثروة الحقيقية. قوة اي بلد بتتقاس بعدد شبابها. احنا بلد غنية، بلد شابة. الطاقة والقوة والطموح والخيال والابداع اللي جوه كل شاب وشابة يقدروا يحولوا التراب لذهب. في سنتين بس كم المشاريع اللي اتعملت بايدين الشباب وليهم والشباب كتير من بعديهم يأكد حاجة واحدة بس، اننا ماشيين في الطريق الصح. في اللحظة دي في شباب بيشتغل من كل قلبه في كل حتة في مصر، وقناة السويس الجديدة هو اللي هينميها. وهو دلوقتي اللي بيشارك في حفر انفاق عملاقة تحت قناة السويس تربط الاسماعيلية وبورسعيد بسينا. في اللحظة دي شبابنا بيشاركوا في بنى مدن جديدة، الاسماعيلية الجديدة والجلالة البحرية وشرق بورسعيد والسويس الجديدة. اراضي بتتزرع في شمال وجنوب وشرق وغرب مصر، في اسوان والاسماعيلية ومطروح والمنيا وقنا وجنوب سينا والوادي الجديد. طرق وكباري اتطورت واتمدت في كل حتة في مصر. شبابنا بيشاركوا في بناء محطات انتاج كهرباء اللي حلت مشاكل كتير في مصر. وهم اللي شاركوا في تطوير العشوائيات وبنوا آلاف الوحدات السكنية. وهم برضو اللي هيشاركوا في بناء العاصمة الإدارية الجديدة اللي تليق بمصر. وبيشاركوا في تطوير مراكز الشباب في كل مكان في مصر، ولسه بيطوروا ويكملوا بناء. مش بعيد على الشباب اللي مستعد كل يوم في اي لحظة يقدم روحه لمصر، وهو بيحافظ على حدود اراضيها وامنها وعلى اهلها. المشروع اللي في قناة السويس وشغال مع مشاريع تانية كتير في سينا، وكل ده هدف تنمية سينا. وحقيقة لما الواحد اشتغل مع الناس الألمان، مع الألمان المصنعين المكن، اشتغل معاهم عارف ان يعني احنا مش بعاد قوي، يعني احنا نقدر نقرب، نقدر نعمل اكتر من كده، نقدر نجتهد، نقدر نعمل حاجات كتير في أرضنا. شايف مصر بكرة أحسن بس لو نشتغل على نفسنا ونعمل اللي علينا. قدرة أي بلد بتتقاس بمواردها، وأهم مورد دايما هو مورد البشري. لازم نعمل اللي علينا، كل واحد يركز في نفسه، يركز في شغله، ما يقولش غيري يعمل ايه، يقول انا عملت ايه. لو اشتغلت على نفسك اكيد هتبقى احسن. احنا ما عادش عندنا رفاهيه ان احنا نقعد ونستنى ان حد يعمل لنا حاجه، لازم احنا نتحرك الاول. اللي انا متاكده منه ان مفيش امل، مفيش اي حل تاني غير ان احنا نشتغل. بشتغل في مشروع محطه كهرباء العاصمه الاداريه الجديده. المشروع ده بتنفذه سيمنز في مصر، بيتكون من 3 محطات كهرباء مركبه زائد محطه انتاج طاقه عن طريق الرياح. ال4 محطات دول هيزودوا انتاج الكهرباء في مصر بنسبه 50%. ده هيساعد على زياده الاستثمار في مصر وزياده الصناعه في مصر. انا فخور ان انا شغال في محطه كهرباء زي دي، لانها محطه متطوره جدا فيها خبرات كتير. مشروع زي ده طبعا هيفيد البلد بشكل كبير جدا، لانه هيزود الانتاج الصناعي في مصر. بالنسبه لي مشاريع قوميه كشابه مصريه بشوفها قدام عينيا وهي بتتبني، ما ببقاش شايفه بس مشروع هيخلص خلال 2 أو 3. انا ببقى شايفه مستقبل اولادي، مستقبل اجيال كتيره جايه في مصر هتستفيد منها. فهي دي التنميه المستدامه اللي احنا كلنا بنأمل ان مصر توصل لها في يوم من الايام. لما تعرفوا ان كل ده على ارض مصر بيتحقق النهارده وبيتنفذ على ارض الواقع وبايد شبابها، هنتاكد ان شباب مصر هم سر قوتها. مصر واثقه في شبابها وواثقه انهم يقدروا، وباذن الله هينجحوا وهيوصلوا. يلا يا شباب مصر.
ابدع، انطلق. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، شباب مصر،